السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة هاخدكوا رحلة كده. طبعا هي بعيدة عن القناة بتاعتنا، بس أنا أحب أشارك كل حاجة مع الأعضاء بتاع القناة عندنا. دي ملاهي المعمورة في اسكندرية. مبدئيا يعني هي الدخول، سعر التذكرة ما ينفعش تخش الملاهي على طول، لازم تخش على المعمورة الأول، بوابة المعمورة. 60 جنيه، معرفش ليه يعني، مع ان ليها بوابة، هي الملاهي ليها بوابة بس مينفعش تخشها على طول، لازم تخش المعمورة تدفع 60 جنيه، وبعد كده تدفع تذكرة تاني 10 جنيه. في اللي عدت دي لعبة ديسكفري، سعرها حوالي 100 جنيه. بس هي لعبة جميلة ولذيذة، بس طبعا مش لأي حد، طبعا أكيد حد يكون قلبه جامد شوية. هي ألعاب جميلة ولذيذة، بس طبعا هي غالية شويتين يعني انت مبدئيا غير المواصلات وكده. انت هتتكلف تذكرة للفرد 70 جنيه، 60 جنيه للبوابة عشان تخش المعمورة، وبعد كده تخش الملاهي ب10 جنيه. آه، دي لعبة ديسكفري. هي بصراحة رغم ان الملاهي مش كبيرة، بس فيها كمية ألعاب كتيرة بصراحة. يعني المفروض يعني ممكن الملاهي دي الألعاب دي تتحط في مكان قد اللي هي محطوطة فيه ده مثلا مرتين تلاتة. أفضلهم طبعا لعبة ديسكفري دي، طبعا أفضل لعبة جميلة جدا ولعبة كبيرة ولعبة لذيذة. تعتبر أشهرهم يعني. في ألعاب تانية برضو كتيرة. في دي اللعبة اللي بعديها، دي لعبة الشاكوش، تقريبا سعرها 80 جنيه. انا طبعا مش متذكر الاسعار قوي، بس هي يعني اغلى لعبة كانت 100 جنيه، اللي هي تقريبا ديسكفري، او 120 جنيه. والالعاب التانية ما بين 80 و70 جنيه. دي تقريبا كانت عاملة 80 جنيه. هي اسعار الالعاب يعني غالية، بس مش غالية قوي يعني. بس هي طبعا عشان انت بتدفع تذكرة دخول البوابة الرئيسية، وبعد كده بتدفع تذكرة دخول الملاهي، بس انت طلعت تتفسح يعني وكده، مش كأني بتمن اللعبة يعني، مش قصة. بس هي بصراحة ملاهي ممتعة، والمرجحات جميلة، والصيانة باينة، يعني ان الحاجة معمول لها صيانة وشكل كويس يعني طبعا انا بقول اللي انا شايفه بعيني، انا ما اعرفش طبعا الدنيا ماشية ازاي، بس هي العابها لذيذة وجميلة. دي اللعبة اللي جاية دي اكبر لعبة، دي اللي انت بتشوفها وانت ماشي. دي عبارة عن كابينة، دي كانت سعرها 200 جنيه. دي لعبة الصاروخ. انا ما اعرفش برضه ايه فايدتها، يعني تطلع ويفضل واقف فوق شوية وبعد كده ينزل مرة واحدة، هي نازلة واحدة، يعني اللعبة ما بتاخدش 3 4 دقايق. هي عامة اي لعبة ما بتاخدش من دقيقتين ل4 دقايق، يعني برضه هي قصة الوقت. يعني برضه ما مش وقت طويل. يعني احنا بعد كده هيجي حتى عندنا لعبة العربيات ما خدتش 4 دقايق. دي لعبة الاسانسير ولا شوف اسمها ايه، ما خدتش برضو دقيقتين تلاتة، يعني بتطلع تقعد شوية فوق وبعد كده تنزل مرة واحدة. بس طبعا هي الالعاب انت كل مرة بتروح بتغير يعني، كتغيير، يعني بحيث ان انت ما تملش يعني. بس هي عامة الالعاب بشكل عام لعبة، العاب جميلة، العاب ممتعة بصراحة، يعني احنا استمتعنا جدا. الاسعار الى حد ما يعني غالية، بس مش غالية اوي يعني، شغالة المشوار. لو انت مثلا معاك عربية، ما اعرفش بصراحة، انا ما دخلناش بعربية، بس يقال يعني ان انت العربية بتدفع لها نفر يعني بتدفع لها تذكرة يعني المقصود. بس انا بصراحة ما دخلتش بعربية، رحنا مواصلات عادي، مواصلاتها سهلة جدا. بتركب من على البحر منظرة، ومن المنظرة بتركب معمورة او بير بينزلك قدام منها. لعبة العربيات، لعبة العربيات دي افضل لعبة بالنسبة لي بصراحة. انا قعدت لعبتها اكتر من مرة، لان انا ماليش في الملاهي اساسا. انا رحت طبعا عشان افسح الاطفال وكده. دي انا حسبتها على التايمر، لان الوقت بيخلص بسرعه جدا. دي ب60 جنيه، دي العربيه بتشيل الفردين بس. تقعد فرد او فردين، هي العربيه نفسها ب60 جنيه لمده 4 دقايق و10 ثواني. انا عشان بس حسبتها على التايمر. طبعا الوقت قليل جدا، بس يعني عشان انت يعني عشان يكسبوا اكتر، يعني ممكن تحجز اكتر من مره، لان انت مش هتستمتع من مره واحده اكيد. فانت حاجز لك تذكرتين تلاتة كده، خليهم في جيبك، بحيث ان انت تخلص تلعب تاني يعني. من الالعاب اللذيذه، افضل لعبه بالنسبه لي يعني. في بصراحه هي الالعاب كلها جميله،
الملاهي فيها العاب كتيرة كتيرة جدا، يعني عدد ممكن يتحط قد المساحة دي مرتين تلاتة. وبصراحة برضو الألعاب في، يعني هم مراعيين جميع الأعمار. يعني أنا شفت ألعاب مناسبة ممكن لطفل 3 سنين، يعني من أول 3 سنين لحد مثلا 100 سنة بأمانة. يعني في ألعاب زي ديسكفري مثلا صعبة جدا، آه، دي طبعا عايزة حد يكون جريء ويكون شجاع. وفي ألعاب بطيئة وبتمشي واحدة واحدة، اللي هي ايه مثلا سن صغير 2 3 لحد 7 8 سنين. فبصراحة فيها ألعاب كتير جدا، فيها محلات، فيها محلات أكل، وفيها بتوع شيبسيات وحاجات كده. يعني هي يعني كل حاجة تلاقيها جوه. وطبعا لو طلعت من بوابة الملاهي انت اصلا واخد تذكرة للمعمورة، ممكن تطلع تقعد على كافيه، وتقريبا فيها كافيه جوه تقريبا برضه. فيها كافيه وفيها مسجد وفيها حمامات، برضه الحمامات مجانا. فيها مسجد كده صغير. يعني انا عايز برضو اوصل لكم الصورة. هي تذكرة البوابة الأساسية ب60 جنيه. طبعا الأسعار مع الوقت أكيد هتتغير يعني، بس بقول لك على تاريخ الفيديو اللي احنا شهر 6/26. لازم تخش البوابة بتاعة المعمورة، تدفع 60 جنيه وتدفع 10 جنيه تذكرة لدخول الملاهي. فانت كده الفرد تقريبا 70 جنيه. بس هي فيها العاب كتير جدا، يعني انت هتستمتع، بس خد معاك ايه يعني شويه فلوس حلوين، يعني بالذات لو انت معاك عيل 3 كده. في طبعا احنا عندنا في اسكندريه في ملاهي تانية زي ابو يوسف والكلام ده، بس مش بنفس الجوده، ومش نفس عدد الالعاب دي فيها. يعني بص مثلا لعبه زي دي تقريبا ب50 جنيه لاطفال مثلا من 3 سنين تقريبا. فانا عشان كده بقول لحضراتكم هي فيها العاب كتير، العاب كتير جدا. يعني ايه العاب، يعني عايز اقول لكم الالعاب لازقه في بعضيها يعني من كتر الالعاب. انا بحس لا قدر الله يعني لو حصل حاجه لو اللعبه وقعت هيقع على لعبه تانية. والاكشاك بتاعت الحجز في وش منها، بس هي بصراحه مأمنينها والناس محترمه. كذا لعبه نيجي مثلا نركب في الالعاب، فيسأل حد يا جماعة عنده ضغط، عنده سكر، حد بيدوخ، حد كذا، حد كذا. لو في اي حد في مشاكل او يشكوا فيه بصراحة يعني، يقول لك لا بعد اذنك انزل ورجع التذكرة. ترجيع التذاكر سهل جدا، حتى ما بيقولكش ليه، بيرجعها منك بسهولة ويسر، محدش اصلا بيتكلم معاك. دي بيقولوا عليها لعبة الدوارة تقريبا، ولا الاسم طبعا مسميات بتختلف اكيد. ولا لعبة المروحة، في كذا حد بيسميها كذا اسم يعني، بس تقريبا كانت ب80 جنيه دي. لعبة جميلة برضو، لعبة ممتعة. بالليل طبعا الملاهي افضل عشان الاضواء اللي موجودة فيها وكده. بس طبعا احنا رحنا ايه اخر النهار، يعني لحقنا حوالي ساعة كده بالنهار او ساعتين، مشينا شوية وكده، وابتدينا الالعاب من بعد المغرب. طبعا هي مفيهاش مكان ان انت تقعد مجانا تقعد تاكل او تشرب. يعني انت لو عايز تقعد فانت لازم تقعد على كافيه، او فيش غير لعبة العربيات تقريبا هي اللي قدام منها دكة كده او دكتين اللي انت ممكن تقعد. وطبعا دي مخصصة للي هو منتظر لعبة العربيات. احنا قعدنا عليها اكلنا وشربنا، بس طبعا ايه هي مفيهاش مكان ان انت تقعد ما تصرفش، يعني انت لازم تقعد تصرف. اي حتة هتقعد فيها لازم تقعد على كافيه، تقعد على حاجة عشان تقدر تقعد تاكل، تقعد تستريح. حتى يعني مثلا المفروض ايه كراسي تريح فيها او كده. بس انا حاولت بقدر الامكان. لو الفيديو ده عجبكم عايزين اللايك والاشتراك فاهمني. وزي ما بقول لكم لو في اي استفسار على اي لعبة، بس هي الالعاب هي اغلى لعبة انا افتكرت دلوقتي اللي هي ب200 جنيه، اللي هي لعبة الكابينة، اللي هي اللعبة الكبيرة جدا دي اكبر لعبة. دي الكابينة لوحدها ب200 جنيه، ودي ممكن تشيل حوالي 4 افراد. دي تقريبا اغلى لعبة واحلى لعبة تقريبا لعبة ديسكفري اللي هي بتلف دي وتشقلط، تقريبا سعرها 120 جنيه. ولعبة الشاكوش دي تقريبا سعرها 80 جنيه. والعاب الاطفال اللي هم لحد سن 8 9 سنين بتروح من 40 50 جنيه. والاعلى شوية بتبتدي من 70 ل80 جنيه او 100 جنيه. يستيالي اقل لعبة او ارخص لعبة ب40 جنيه. يعني انت حسبها برضو، المواصلات برضو مش رخيصة، او عربية برضو مشوار بعيد. بس هي كاجمالي
هي لعبة ممتعة، ألعابها ممتعة، ألعابها لذيذة. انت لو انت رايح حضر نفسك، خد اكلك، بس اكلك سندوتشات لان مفيش مكان تريح فيه زي ما قلت لك، مفيش غير عند العربيات. تصادم العربيات هي دي اللي فيها كام دكة كده ممكن تقعد عليهم. فيها حمامات، فيها مسجد. سعر التذكرة 60 جنيه، لازم تخش على المعمورة، وبعد كده سعر الملاهي 10 جنيه. وكل الألعاب، وفيها تشمل جميع السن من أول 3 سنين. هتلاقي لابنك لعبة، وفي طبعا محلات، كل محل عامل لعبة كده هاند ميد زي ما بيقولوا، يعني عاملها على ايده مخترعها طبعا. مش عايز اقول لك ما تلعبش فيها عشان ما تقطعش رزق الناس اللي عايز يلعب يلعب، بس هي العاب يعني ايه، اجتهاديه يعني الى حد ما، يعني ملهاش علاقه بالملاهي. اللي عامل حاجه بتلف كده وبلالين ونشان تنشل بيها، حاجات يعني بسيطه جدا يعني. انا ما برجحش ان حد يلعب الا لو عايز يتسلى، يعني لو مجرد تسليه. انما الالعاب الاساسيه هي لعبه الالعاب بتاعه المعموره نفسها. وانا شايف بصراحة الصيانة يعني الناس مهتمين، في مهندسين، في ناس بيهتموا بكل حاجة. لو حد عنده ضغط او حد عنده سكر ما ينفعش يلعب الالعاب في العاب سريعة جدا والعاب بتشقلط. انصح اي حد، دي في نهاية الفيديو، ما يلعبش اللعبة غير لما يتفرج عليها الاول. يتفرج على اللعبة اولا وشوفها، وشوف الناس، وشوف رد فعل الناس، لان في العاب سريعة جدا، في العاب بتشقلط. فانت تحس اللي انت وانت واقف تحت اللي انت يعني ايه دي سهله جدا، بس هي اللعبه بتبقى صعبه جدا وانت فيها. فانا انصحك، لا، شوف اللعبه الاول واسال على سعرها، شوف الالعاب كلها، شوف الالعاب كلها، وبعد كده ايه اعمل اللي انت عايزه. بس كده وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.